بعد كل الحزم والقوة اللي اتفقنا عليها في آخر السنة، جه وقت إننا نروق الروح. القلب اللي مليان قرارات لازم يكون قلب نضيف وخفيف عشان يعرف يطير. السنة الجديدة مش مجرد رقم بيتغير في النتيجة، هي دعوة ليك إنك تغير الخريطة اللي جواك. تخيل قلبك ده عامل زي ورقة الرسم، لو فضلت تشخبط فوق الشخبطة القديمة عمر ما اللوحة الجديدة هتطلع حلوة. رسالة الروح ليك النهاردة بتقول: جه وقت الصفحة البيضة. الهدف مش إنك تنسى اللي فات ده هو اللي علمك. الهدف هو إنك ما تسمحش للي فات إنه يسحب طاقتك في الحاضر ويبوظ مستقبلك. كتير مننا بيبدأ السنة الجديدة وهو شايل شيلة تقيلة من 2025، ندم، غل، لوم أو خيبة أمل. الشيلة دي بتخليك ماشي خطوتك تقيلة وما بتشوفش حاجة حلوة حواليك. القلب اللي مش متحرر عامل زي اللي محبوس جوه زمن فات. عشان تبدأ أي مشوار صح لازم تبدأه بإنك تخفف الحمل. هل عمرك حسيت إنك لسه دافن نفسك في ذنب عملته من سنين؟ أو لسه مستني تآسف من حد نسي أصلاً إنه جرحك؟ المشاعر دي طاقة بتتسحب منك، بتدفع تمنها كل يوم. الراحة النفسية والسلام الداخلي مش بيجوا بالصدفة، بيجوا بقرار. وقرارك النهاردة هو التحرر العاطفي. ما تديش لحد تاني حتى لو كان ماضي الحق إنه يلعب في نفسيتك أو يبوظ ليك يومك. التحرر من اللي فات هو أول خطوة عشان قلبك يتفتح للسلام. مشاعر الماضي دي عاملة زي الضيوف اللي ما بيعرفوش يخرجوا، لازم تقول لهم شكراً على الدرس اللي اتعلمتوه وتقفل الباب وراهم. ما تخليش اللحظة دي تعدي كده. ركز دلوقتي إنك بتتنفس بالراحة، وفي كل نفس بتطلعه بتخرج معاه أي وجع قديم، أي غل قديم. أنت تستاهل إنك تعيش بقلب خفيف ونضيف، عشان القلب الخفيف ده هو أسرع قلب بيوصل لربنا. الخطوة الأولى: فضي صندوق الكراكيب اللي وجعاك. كل حاجة وجعتك في 2025 اتحولت لصندوق صغير حطيته في أوضة ضلمة جوه قلبك. عشان تتحرر لازم تطلع الصندوق ده وتفتحه بعينك. اكتب في ورقة كل الأحداث اللي وجعتك أو اللحظات اللي خذلت فيها نفسك. مش بتكتب عشان تلوم، بتكتب عشان تفضي الطاقة المكبوتة دي على الورقة. بعد ما تكتب اقرأ الكلام ده بصوت مسموع، وانت بتقرأ قول: أنا بسيب نفسي من الوجع ده دلوقتي. الوجع ده خلص مع سنة 2025 ومش هياخدني معاه في 2026. بعد ما تخلص ما تخبيش الورقة وما تتنهاش، ولع فيها كلها أو ارميها في مكان بعيد. التخلص من الورقة دي بإيدك هو رمز للتخلص الطاقي من اللي مكتوب فيها. لما بتفك نفسك من الوجع مش بيفضل غير الدرس. اسأل نفسك: إيه اللي اتعلمته من اللي حصل ده؟ لو كنت بتثق في ناس ما تستاهلش، الدرس هو ابني لنفسك حدود أقوى. لو كنت بتأجل قراراتك، الدرس هو تبقى حاسم في الوقت الصح. الذاكرة دي مهمة عشان متكررش الغلط، لكن الوجع خلاص لازم يمشي. بدل ما تقول أنا الضحية بتاعت الموقف ده، قول أنا ناجي بقيت أقوى بسبب الموقف ده. التغيير البسيط ده في طريقة كلامك مع نفسك هو اللي هيخليك تتحرر بجد. انت تستاهل تكون بطل حكايتك الجديدة في 2026، مش مجرد خيال باهت لحكاية قديمة. قوتك مش في انك نسيت، قوتك في انك عديت ووصلت. الخطوة التانية: الصفح هو أحلى هدية تقدمها لنفسك. الناس فاكرة انك لما بتسامح حد فده معناه انك بتقوله شكرا انك أذيتني. لا طبعا، الصفح معناه اللي عملته فيا وجعني جدا، بس أنا قررت إني مش هدفع تمن الوجع ده من صحتي النفسية تاني. أنت بتسامح عشان تطلع نفسك من سجن الغل والحقد، مش عشان تبرأ اللي غلط في حقك. مين هم الناس اللي لازم تسامحهم؟ أولاً وقبل أي حد، نفسك. أكتر شخص ظلمته وأكتر شخص لسه بتلومه هو أنت. سامح نفسك على أي غلطة، على أي فرصة ضاعت، على أي خيبة أمل. انت كنت بتعمل اللي تقدر عليه بعقلك وبطاقتك وقتها. ثانياً، الناس التانية ما تستناش منهم كلمة آسف.
تخيل إنك ماسك الحبل اللي ربطك بيهم وبتقطعه ببطء وثبات وبتقول سامحتك عشان قلبي يرتاح. الصفح ما يعنيش إنك ترجع العلاقة زي ما كانت. ممكن تسامح شخص وتقرر إنك ما تشوفوش تاني في حياتك. الصفح ده عملية بتتم جواك أنت. لو كان الشخص ده خرج من حياتك، حرام عليك إنك تخلي ذكراه تبوظ سعادتك. ده وقت إنك ترجع مساحة النقاء دي في قلبك. القلب اللي بيسامح هو أنظف قلب، والقلب النظيف هو اللي بيعرف يشوف الطريق الصح في الدنيا. ابدأ دلوقتي بجمل بسيطة زي أنا مسامح نفسي على أي تقصير حصل، وإني مسامح كل اللي جرحني، وقلبي فضي من أي غل تجاههم. كرر الجمل دي بالراحة كده وبوعي لمدة دقيقة. كل ما قلبك ينضف من جواك، كل ما طاقتك الروحية بتزيد. الصفح مش ضعف، ده قمة القوة الروحية اللي بتمتلكها. الخطوة الثالثة، نستقبل 2026 بتركيز اللحظة دي. بعد ما نظفنا اللي فات بالصفح والتحرر، لازم نركز على أهم كنز تمتلكه، اللحظة اللي انت فيها دلوقتي. الخوف من بكرة والقلق من اللي مش عارفينهم بيسرق أحلى ما في حياتنا. التركيز هو إنك تبقى موجود هنا والآن، واعي بكل تفصيلة في يومك. إزاي تستقبل 2026 بتركيز؟ تمرين الأفق. كل يوم الصبح بص في الأفق لمدة دقيقة. حاول تركز على أبعد نقطة ممكن تشوفها بعينك. وانت باصص فكر في 3 حاجات بس: أنا مين دلوقتي؟ إيه أكبر هدف لوجودي في الدنيا دي؟ وإيه أبسط حاجة هعملها النهاردة عشان أوصل للهدف ده؟ التركيز على الأفق ده بيدي مساحة لمخك وبيبعده عن هموم التفاصيل التافهة اللي تحت رجليك. سلم لله كل المشاكل اللي قلقان منها في المستقبل. الراحة الحقيقية بتيجي من إيمانك بإن ربنا هو اللي بيدير الفيلم، وإن اللي اختارهولك هو دايماً أحسن اختيار. متتوقعش إنك هتعرف تتحكم في كل حاجة. دورك هو العمل والسعي بجد، والنتيجة سيبها للقدر. التسليم ده مش معناه إنك تستسلم، معناه إنك وصلت للسلام الداخلي الكامل. عشان روحك تتملي بالسلام، استخدم سلاح الحمد والشكر اليومي. كل يوم قبل ما تنام اكتب 3 حاجات بسيطة انت فرحان بوجودها النهاردة: كوباية الشاي، مكالمة من حد بتحبه، وجبة سخنة. الحمد ده بيبرمج مخك انه يشوف النور مش بس الضلمة، وبيخلي قلبك واسع عشان يستقبل الخير والسعادة في السنة الجديدة. خصص ربع ساعة في يومك لروتين الهدوء. ممكن تكون بتصلي بخشوع، بتقرأ صفحة من كتاب حلو، أو مجرد قاعدة في صمت. الهدوء ده هو محطة البنزين اللي بتشحن روحك. لو سبت الروح من غير شحن، هتلاقي طاقتك خلصت بسرعة وهتتسرق تاني للي فات والقلق. خليك كريم على سلامك الداخلي. استقبال السنة بتركيز يعني إنك تبقى مستعد للفرص اللي مش متوقعة. كتير مننا بيحط خطة صعبة لدرجة إنه ما بيشوفش الهدية اللي ربنا بعتها له. خليك مرن، خليك متفائل. الفرص بتخبط على أبواب القلوب النظيفة والمتحررة، مش على القلوب اللي مليانة لوم وغل. صفحة بيضة لقلبك هي تذكرتك لسلام 2026. الزتونة في 3 خطوات سهلة: تفكيك الوجع العاطفي اللي فات، الصفح والمسامحة الكاملة لنفسك وللناس عشان تقفل سجن الغل، استقبال السنة بتركيز عبر تمرين الأفق وتفويض الأمر لله. ابدأ السنة بقلب خفيف عشان خطواتك تبقى أسرع ونورك أقوى. اللحظة دي فرصة لقلبك عشان يعمل ريستارت. اعمل لايك للحلقة دي عشان نوصل رسالة السلام دي لكل روح تعبانة ومحتاجة تطمن. وسيب كومنت وقول لنا فيه ايه أكتر حاجة هتسامح نفسك عليها النهاردة عشان تبدأ 2026. ولو لسه ما عملتش سبسكرايب، اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش أي رسالة روح جديدة تنور طريقك. سلام عليكم.